يسعد لي كل اوقاتكم يا رب حبايب قلبي ومتابعيني الغاليين من ما كنتوا عم بتتابعوني. يا ميت اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وبأحسن حال يا رب. اخواتي، حبيت فيدكم بهالمعلومة واحكي لكم شوي عن عشبة الميرمية. فوائدها شوي هيك لشو بتنفع. بصراحة اللي بيعرف فوائدها والله ما بيطلع من عنده من البيت من كتر مو هي عن جد سحر سحر لآلام المعدة، تشنجات المعدة، لآلام البطن. سحر والله وعن تجربة. يعني بتعرفوا أنا ما بقلكن أي وصفة وخلاص، بس عن جد أنا ما بتخلى من عندي من البيت لأي حدا من ولادي بطنه عم يجعوا معدته أو أي شيء دغري بغلي لهم كاسة ميرمية، بإذن الله يعني الله الشافي ما شاء الله الوجع بيختفي. بقى حبيت والله أقولكن عن جد، وبتهدي الأعصاب، وبتنشط الدورة الدموية. ما في منها. بتغلي المي وبتحطي شوي، طبعا ما تكتروا مشان ما تمرمر، لأنه هي طبعا يعني بتعطي شوية مرارة، بس فوائدها عظيمة وهي سحر والله. سحر يعني عن جد كتير كتير مفيدة. عشبة الميرمية أنا بنصح فيها. أحسن من أي دواء، وأحسن من الحبوب. طبعا أكيد ما في أحلى من الأعشاب، لا بتضر ولا شي، بالعكس بتنفع ما بتضر. بقى مشان هيك والله حبيت سجلكم هذا الفيديو واحكي لكم عنها. كتير مفيدة، وان شاء الله هيك من بعد هذا الفيديو اللي ما بيعرف عن عشبة الميرمية يجيبها ويجربها. ان شاء الله الله لا يدوق الوجع لحدا يا رب. وبتنفع كمان اخواتي لا سمح الله لأي اورام، يعني ما بتخلي انه لا سمح الله يصير اي اورام مو مستحبة يعني. كتير مفيدة، وإن شاء الله اللي ما بيعرفها يجيبها ويجربها بإذن الله لأي تشنج معدة، لأي وجع بطن ما في منها. كتير ظريفة، وإن شاء الله اللي بيجربها ويعرفها هيك رح يدعي لي بإذن الله. شكرا كتير لكم على المتابعة أخواتي. حبيت فيدكم بهالمعلومة، وبتمنى اللي أول مرة شاف القناة وحب القناة وحب المحتوى اللي عم قدمه أخواتي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم مني كل جديد. ولا تنسوني من الدعم، الله يخلي لي إياكم يا رب. وشكرا كتير لكم على المتابعة. بشوفكم بفيديو جديد. مع السلامة.